السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ البنات. ان شاء الله اليوم نبارطاجي معكم واحد الوصفة زوينة بزاف، وهي المادلين كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، اولا الكب كيك. كتجي واحد الوصفة اللي غزالة بزاف والمذاق اللي مختلف. كنتمنى انكم تجربوهم وانهم يعجبوكم. متنساوش لي لايك الفيديو وتابوناو عندي في لاشين الى اول مره كتشوفوا لاشين. عندي هنا واحد 3 ديال البنانات اولا الموزات، غادي نقيهم من جلود، ومن الاحسن انهم يكونوا طيبات مزيان باش ننجح معكم هاد الوصفه هادي. صافي غادي ناخذ هنا واحد الفرشيطه وغادي نمعكهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. ويمكن لكم تعوضوا هاد الموز هذا بياغورت ديال الموز، حتى هو كيجي غزال في هاد لي مادلين هادو بنفس الطريقه، غير هي غتعوضوها بالياغورت. صافي كيف ما شفتوا معايا هنايا كتولي مطحون مزيان. ناخذ واحد البول فيه واحد 2 كيسان ديال الدقيق، كاس الا ربع سنيده، وغندير فانيا، وهنايا واحد 2 خمارات من فئه 8 غرام، وعندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه. صافي غادي نخلط هاد النواشف هادو بالخلاط اليدوي كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ناخذ هنايا واحد 2 ديال البيضات، ومن الاحسن انهم يكونوا بالحجم اللي كبير. انا ما عنديش حجم كبير، استعملت هادو اللي شويه متوسطات. صافي وغادي نزيد هنايا واحد كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نزيد داك البنان اللي معصو مزيان كيف ما شفتوا معايا. صافي وغادي نعاود نخلط هاد النواشف مع هاد السوائل اللي درت، غادي نخلط مزيان حتى غادي ندمج ليا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم الى بغيتوا تعوضوا البنان بالياغورت حتى هي غتعطي نفس النتيجه. صافي غادي نحاول انني نخلط مزيان، ومن الاحسن ديروا واحد البول اللي تكون كبيره باش تخدموا على راحتكم. انا درت هنايا بول شويه صغيره. هنايا جاني الخليط شويه عقد، لان البيض كما قلت لكم عندي هنا بالحجم المتوسط. صافي ودرت هنا واحد 3 المعالق تقريبا ديال الماء، اولا ربع كاس ديال الماء. صافي وغادي نعاود نخلط مزيان حتى غادي نحصل على القوام اللي انا باغياه. هذا هو القوام كيف ما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي كاضافات غادي نزيد الزبيب، ونزيد واحد شويه ديال الفيرميسيل شوكولا نوار. يمكن لكم تعوضوه بقطع ديال الشوكولا، اولا شويه ديال اللوز، اولا شويه الكركاع، اولا شويه ديال الكاوكاو اللي يكونوا مقطعين رقاق. صافي هذاك هو القوام ديالو كيف ما شفتوا معايا. خديت هنايا المول ديال لي كاب كيك ودرت فيهم هاد الكويعطات هادو. صافي وغادي نبدا نفرغ فيهم هاد الخليط هذا، وما نعمروش الكويعطات حتى الفوق. نخليو البلاصه فين غادي يتنفخ لينا هاد لي كاب كيك. وفي هاد الاثناء انا فاش يلاه بغيت نبدا الوصفه درت الفران كيسخن. ضروري من الفران يكون سخون مزيان في هاد الوصفه هادي. هنا كيف ما شفتوا معايا راه درت 12 حبه وبقى لي مازال العجين. غندخل هذا الفران اللي يكون سخون مزيان، والعافيه تكون من التحت ومن الفوق في نفس الوقت، تقريبا واحد 5 دقائق ونطفيو من الفوق، ما بين 5 حتى 4، ما بين 4 ولا 5 دقائق ونطفيو من الفوق ونخليو العافيه غير من التحت. صافي حتى يطيبوا. هنا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هذوك 12 حبه الاولى اللي درت، وهنايا 5 حبات، يعني راه كيخرج تبارك الله وصل على النبي 17 حبه اللي خرجت لي هاد المقادير هادو. شوفوا معايا كيفاش كيجيو من فوق، خينو بقاو بين من الفوق. السر ديالهم وهو الفران يكون شاعل عليهم من الفوق ما بين 4 حتى 5 دقائق وطفيو عليهم، غتعطيكم هاد النتيجه هادي كيف ما شفتوا معايا. واللي بغى يزيد واحد المعلقه ديال الخل في الاخر غادي، يعني خاصه المبتدئات غتعطيكم نتيجه حتى هي زوينه بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وانكم ما تنساونيش من لي لايك وتابوناو في لاشين لاول مره كيشوفها.
انا غادي نحل معاكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. شو معايا كتجي رطبه ومفشفشه وطالعه ومهويه من الداخل. هنا الكعط راه كيتحيد بكل سهوله، هنا راه باقيين دافين يعني راه ماشي باردين بزاف. هذا هو الشكل ديالها من الداخل. كنتمنى انها هاد المادلين يعجبوكم. الى فيديو اخر ان شاء الله.